إلا عندك الوليدات الصغار يموتوا على البيتزا فيمكن لك تجربي هاد البيتزا هادي، بيتزا كاري تتجي قطنية اسفنجية ما تشبعوش منها، واهم شي تتجي حجم عائلي ومطاطية هكا كيما تتشوفوا. وباش تنجح معاكي تبعي معايا المراحل. هنا غادي نحتاجو نص كيلو طماطم اللي تكون هكا حمراء، وتنحتاجو لواحد البصيله اللي هي كبيره شي شويه، وفلافل هكا باللون الاحمر، وتنحتاجو واحد الريس ديال الثوم، وتنحتاجو هنا واحد المعلقه كبيره مبومبيه مركز الطماطم، وتنزيدو على الكل نص كاس ماء، وتنديرو الكل في الكل يطبخ حتى تنحصلوا على هاد النتيجه هادي، تتكون ناشفه وخاطره بواحد شويه من الماء. ومن بعد تناخذوا الميكسور ديالنا تنطحنوه، اولا ديروا هكا في الطحانه اللي عندكم. هنا تنديروا التوابل، شويه ديال الملحه، تحميره، كمون، والزعتر، وتوابل السمك، واي توابل عندكم يمكن لكم تزيدوها، يمكن لكم ديروا بودره الثوم حتى هي تجي معاها. وهنا تنضيفوا ليهم ربع كاس زيت الزيتون، وتنخلطوا الكل في الكل وتيجينا هكا. ومن بعد تنعاودوا نرجعوه فوق النار، وتنعاودوا نخليوه يخطر واحد شويه، وتنحاولوا نحركوه مره شي شويه هكا باش هكا ما تلصقش لينا هكا في قاع الكاسرول. وهنا بالنسبه للعجين غادي نحتاجو كاس ونص حليب، سعه الكاس 150 مليلتر، وتنحتاجو هنا 2 معالق بومبين سكر، وملعقه كبيره خميره الخبز الا كان هكا الحل بارد، اما الا كان صيف فتحتاجو غير قل. وهنا بالنسبه للعجين غادي نضيفو ربع كاس زيت الزيتون، ولا ما عندكمش يمكن لكم هكا تعوضوا غير بزيت نباتيه، وتنضيفوا ملعقه الخل، هو اللي غادي يخلي لنا هاد العجين هادي مغايره مختلفه على المعتاد. وتنضيفوا الدقيق ديالنا اللي العبار ديالو 500 غرام، ونضيفوا 2 معالق كبار مبومبين بودره الحليب. هذا اختياري، لما عندكمش يمكن لكم تكتفيو هكا غير بالحليب باش عجنتوه. وغالبا هاد البيتزا هادي ما تنعجنوها غير بالماء حتى هي تصدق به. وما ننساوش ملعقه صغيره ملح، والنصف الكاس الاخير تنضيفو غير شويه بشويه وحنا تنعجنو، تنسجمو هكا في العجين حتى تنحصلوا على واحد العجين اللي كيما هكا لينه رطبه قريبه لعجينه البريوش تماما. هنا تندهنوا الاناء بالزيت النباتيه، وتنحطوا فيها العجين ديالنا، تنخليوها حتى تضاعف الحجم ديالها واحد شويه، وعاد تناخذوها تنقسموها على جوج، لان هاد البيتزات هادي غادي نصايبوا منهم جوج كاريات كبار. يعني 500 غرام ديال الدقيق غادي يخرجوا لكم جوج بيتزات كاريات كبار هكا كما قلت لكم. هنا اللاطه اللي غادي نديروا فيها البيتزا ديالنا تندهنوها بشويه ديال الزيت اولا بزبده كان احسن، وتنبسطوها هكا كما شفتوا، وتنخليوها هكا الجوانب شويه مرتفعين. هنايا تناخذوا صلصه الطماطم من بعد ما بردات تنبسطوها فوق منها، وقبل تكونوا تقبناها بالفرشيط، والمقياس ديال لاطه 40 على 30 سنتيم. من بعد ما بسطنا صلصه الطماطم فوق العجين تناخذوا تنديروه جبن مبشور احمر، وتنزيدوا عليه جبنه الموتزاريلا، هذا اللي تيخليه الحشوه الا درناها فوق منها تشد فيها. ومن بعد تنديروا مربعات فلافل الوان اخضر واحمر واصفر، ومن بعد تنديروا طريفات ديال الطونه كيما هكا تنوزعوها كيما شفتوا. ومن بعد تنديروا زيتون اخضر دوائر، كما يمكن لكم ديروا الاسود حتى هو تيتواتى معاه، وهكا ديروا حتى دوائر من البصل تتجي معاه فنه. وهنايا من الفوق تندير مبشور موتزاريلا، وتندير واحد الكميه اللي هي محترمه باش تجينا هكا البيتزا معلكه مجبته. وتنزينوا بزيتون دوائر هكا في الاخضر والاسود، كما يمكن لكم تزيدوا رشيشه ديال الزيت هكا من الفوق، والزعتر حتى هو تيتواتى معاه. المهم من بعد ما تنساليو البيتزا ديالنا تندخلوها الفران 220 درجه، الفران يكون مجهد في الحراره، عاد دخلوها تعطيوها العافيه لتحت والفوق دفعه واحده. كما قلت لكم العافيه تكون مجهده باش هكا ما تجيكمش مقرمشه، قصح لكم ما تاخذش معكم اكثر من 10 دقائق وتكون واجده. وهنا تنزينوها بشويه ديال المايونيز، هذا اختياري، وتنعطيوها رشيشه ديال القزبر كما هكا تعطيها واحد اللون، تيجيو الالوان هكاك منسجمين وتتفتح الشهيه. هذه بالنسبه للناس اللي عندهم الوليدات الصغار تيموتوا على البيتزا، وهكا تيخافوا من حاجه هكا جاهزه. وبالنسبه لسمكه العجين فيمكن لكم ترقوها اكثر من هكا، غير انا تنفضلها هكا شويه غليظه باش هكا اللي خدا الطرف الاول والثاني يشبع، وتتجي قطنيه اسفنجيه كما قلت لكم. والسر تيبقى بديك ملعقه الخل اللي ضفنا. وكان هذا هو اقتراحنا اليوم، تنتمنى من الله يعجبكم. وكما العاده خوتي ما تبخلوش عليا بلي لايكاتكم وتشجيعاتكم هكا باش تنتشجع انني نزيد مزيد من الوصفات.